السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. شيخنا الحبيب، سؤالي هو أن الفرقة الناجية في الحديث الشريف عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله تنقسم إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهذه الفرقة هي الفرقة المتبعة لأهل البيت عليهم السلام وهم الشيعة. وكذلك هذه الفرقة حسب الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تنقسم إلى 13 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. سؤالي هنا شيخنا الحبيب هو كيف يمكننا تحديد هذه الفرقة الناجية من 13 فرقة، وما هي المعايير التي نتبعها بذلك؟ أي بمعنى هل يعتبر مرجع التقليد هو المعيار في تحديد هذه الفرقة الناجية، حيث يوجد هناك عدة مراجع؟ هل كل هذه المراجع تؤدي إلى الفرقة الناجية؟ مثلا أنا كشاب مسلم شيعي كيف لي أن أعرف أني أتبع الفرقة الناجية؟ وشكرا شيخنا الحبيب لسعة صدركم. حياكم الله، أهلا وسهلا. تفضل شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال مهم جدا، ولكن للتصحيح 13 فرقة التي تنقسم ليست من فرقة واحدة، يعني هي من جملة 73 فرقة، لأنه أمير المؤمنين عليه السلام يقول: و13 فرقة من 73 كلها تنتحل ولايتنا أو مودتنا، 11 ناجية و12 منها في النار. فإذا الأمة تنقسم إلى 73 فرقة، من 73 فرقة أكو 13 فرقة، هذه كلها تدعي أنها على منهاج أهل البيت عليهم السلام، لكن واحدة منها ناجية فقط والبقية في النار. الآن كيف نحدد هذه الفرقة؟ نحددها بالتالي: أولا علينا أن ننتبه أن الشيعة ينقسمون إلى 13 فرقة، لا 13 أو 13 مذهبا، وهنالك فرق بين الفرقة وبين المذهب. المراد بالفرقة هي التي تفترق عن أختها أو عن نظيرتها في الأصول، في أصول الدين، هنا تعد فرقة مستقلة. أما المراد بالمذهب فهو الذي لا يفترق عن أخيه أي مذهب آخر أو نظيره أي مذهب آخر في الأصول، وإنما الاختلاف في الفروع، بمعنى اختلاف النتائج بعد عملية الاستنباط والتفقه. فمثلا يصح أن يقال هذا مذهب الشيرازي، وهذا مذهب السيستاني، وهذا مذهب الوحيد الخراساني، وهذا مذهب الروحاني مثلا، لأنه في الواقع كل مرجع تقليد هو رجل مجتهد مستقل، فيذهب إلى آراء، يذهب إلى مذهب ما في الفقه. الآن هؤلاء يتطابقون في فتاواهم؟ لا يتطابقون، فإذا لكل منهم مذهب مستقل، لكنهم متفقون في الأصول، هذا لا حرج فيه. فليس ينبغي أن نحرج على أنفسنا أو نضيق على أنفسنا ونقول لا، واحد من هؤلاء المراجع هو وأتباعه الناجون والبقية في النار، من 13 فرقة أو 12 فرقة كلهم رايحين إلى جهنم وبئس المصير. لا، مو هكذا، لأنه هؤلاء متفقون في الأصول. هذه اجتهاديات، هذه لا بأس بها، لأنه هذا مبلغ نظرهم. وقد كانت هذه الحالة موجودة حتى في أزمنة حضور المعصومين عليهم السلام، يعني كان فقهاؤهم، يعني تلامذتهم في البلدان المختلفة، كانوا يختلفون في فتاواهم، ثم لما يعودون إلى الأئمة عليهم السلام يصححون لهم. احنا في زمان غيبة، لذلك الطريق للعودة إلى إمام هذا الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف طريق يعني لا نقول مقطوع ولكن متعسر، يعني فيه عسرة،
مو أي أحد من المراجع أو الفقهاء يتهيأ له أو يتمكن من أن يرجع إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف ويصحح له فتواه، لكن يحصل هذا أحيانا، خاصة في الملمات، في الأمور الخطيرة الكبيرة يعني التي تخص الطائفة ككل أو الأمة ككل. فإذا إنما ينقسم الشيعة إلى 13 فرقة لا إلى 13 مذهبا. المذاهب كثيرة. نعم، هنالك بعض ممن يدعي المرجعية اليوم وقبل اليوم كان يختلف معنا مع سائر المراجع في الأصول، هنالك خلل في أصول دينه، هنا صار فرقة مستقلة خلاص انتهينا منها، كفرقة البتريين الجدد مثلا، طقت هذول محمد حسين فضل الله مع النماذج هذه. فإذا كيف تحدد أنت الفرقة الناجية؟ تجعل هذا المعيار لنفسك. إذا كان الاختلاف في الأصول فهنا الحق واحد لا يتعدد، لابد أن يكون واحد هو أو جهة أو مجموعة هم الذين على حق، أما أن تقول كلهم سواء لا. يعني الآن مثلا الزيدية فرقة اصطلاحيا من فرق الشيعة، لكنها فرقة مستقلة، هي من 12 فرقة الهالكة. لماذا؟ لأنها تختلف معنا في الأصول. نحن نقول بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عين من بعده 12 أو 12 خليفة. هذه الفرقة لا تقول بهذا الكلام، تقول بماذا؟ بالخلافة في البطنين، أي الحسن والحسين عليهما السلام، لكل من خرج من ذريتهما بالسيف أو أعلن الجهاد، يقولون تنعقد له الإمامة. كلام فاضي، كلام باطل يعني. فإذا اختلفنا معهم. الإسماعيلية فرقة نختلف معهم، هذه كلها فرق تنتسب إلى الشيعة. هنالك فرق أخرى خفية مع الأسف لأنها داخل الجسد الإمامي 12. إحنا بليتنا مع هؤلاء. الشيعي هو شنو؟ هو في داخل هذا الجسد محصن حتى من الزيدية والإسماعيلية. عمرك سمعت واحد شيعي يعني إمامي 12 راح وتزيد مثلا صار زيدية؟ عمرك ما. العادة الزيدية يصيرون 12، إسماعيلية يصيرون 12 مثلا شوف هاي جماعة الخوجة مثلا، معروفين الخوجة اللي أصولهم هنود يعني، هذول بالأصل إذا تقرأ تاريخهم، هذه الجماعة الهندية من المسلمين هؤلاء كانوا إسماعيلية، ثم بعد ذلك من الله على أحد زعمائهم بالهداية فصار 12، وبعد إذن صار أتباعه تلقائيا كلهم من 12، من الله عز وجل عليهم بالهداية. فعليكم السلام ورحمة الله. فالتاريخ يكشف لنا والواقع المعاصر أنه الفرق الأخرى هي التي ينتقل أبناؤها إلى التشيع، كما ينتقل أبناء البكرية مثلا إلى التشيع. ما نسمع إحنا بهذه الظاهرة أنه ناس من الشيعة أنفسهم ينتقلون إلى الفرق الأخرى حتى وإن كانت منتسبة إلى التشيع. فالإنسان الشيعي محصن بطبيعته تجاه الفرق الأخرى، لكنه ليس محصنا في مع تلك الفرق أو أمام تلك الفرق المتماهية مع التشيع في داخل الجسد الإمامي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. داخل الجسد 12 هذه الفرق مصيبة، يعني لا تميز جيدا، مثل فرقة البترية مثلا. عليكم السلام ورحمة الله. فرقة الفرقة العرفانية الباطلة مثلا، اللي هم كما نقول يعني نسخة معدلة عن التصوف البكري لكن في الجسد الشيعي. هذول مصيبة. احنا مثلا
نؤمن مثلا، هذا في عقيدتنا نحن الإمامية تبعا لأئمتنا عليهم السلام، أن صفة الإرادة، أن الله مريد، هذه من صفاته الأفعالية، من صفات الأفعال لا من صفات الذات. بحث يعني عميق في هذا الشأن. أئمتنا عليهم السلام قالوا من قال أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد، مضمون كلامهم الشريف. ليش؟ لأنه إذا قلت أن الله عز وجل دائم الإرادة في الخلق والإيجاد وأن ذلك جزء من ذاته، صارت كأن الإرادة قهرية هنا لا تنفك عن ذاته، وهذا هو المنسجم مع المتصوفة وعقيدتهم فيما يسمونه الفيض الإلهي المستمر المتوالي. لا، احنا نقول كما قال أئمتنا عليهم السلام أن الإرادة صفة من صفات الأفعال، من الصفات الفعلية لله لا من الصفات الذاتية. فالله يريد ولا يريد، يشاء ولا يشاء. هذه عقيدتنا، وأئمتنا يقولون اللي يقول بخلاف هذا الكلام ليس بموحد، يعني مو بس خارج التشيع، خارج حتى الإسلام. مع ذلك تجد معممين شيعة يسمون أنفسهم شيعة يعني، ويسمون نفسهم مراجع، يقولون بأن الإرادة صفة من صفات الذات لا من صفات الأفعال، والناس تتبعهم. ليش؟ لأنهم ما متفقهين، الناس ما متفقهة حتى تصل إلى هذا المستوى الذي تميز فيه. أنا أشكر الأخ الكريم السائل، ربما من البحرين أو كذا، يمكن من لهجته يعني، أنه يسأل هذا السؤال: كيف نميز بالفعل؟ أقول لك بهالطريقة. أولا تميز، تعال ذول المراجع العلماء هؤلاء ما هي طبيعة الخلافات فيما بينهم أو الاختلافات؟ إذا كانت في الفروع فالأمر سهل، هذه مذاهب آراء اجتهادية معذورون فيها. أما إذا كان في الأصول إذن كل واحد منهم له فرقة مستقلة، هنا تميز بينهم فورا، تميز أنه تعال أنت شنو دليلك وأنت شنو دليلك. فهؤلاء لا بد من الانتباه إليهم. واحد مثلا هذا مشكيني مثلا، أو جوادي آملي مثلا، هذول يقولون تبعا يعني مذهبهم الفلسفي، ويقولون بأن الإرادة من صفات الذات لا من صفات الأفعال. أئمتنا عليهم السلام يقولون من زعم أن الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. إذن خلص فورا نضع عليهم إكس مثل ما يقولون، صاروا فرقة أخرى بعيدة عن التشيع. هذا نحتاج أن نميزه. كذلك هؤلاء الذين يلغون البراءة، لا أتكلم عن الذين يمنعون الجهر بالبراءة، التفتوا، هذول أهل العالم الثاني، هم منا لكن نحن نخطئهم، هم من باب الاجتهاد يعني. لكن الذين يلغون البراءة إما يلغونها، إما يشككون فيها، إما يجعلون المائز بيننا وبين أبي بكر وعمر وأتباعهما مائزا اجتهاديا يسيرا لا مائزا عقديا أصيلا. يقولون بالتخطئة مثلا ولا يقولون بالبراءة، يعني يخطئون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة لكن لا يبرؤون منهم ويشهدون عليهم أنهم من أهل النار. هذول أيضا خارج الجسد الشيعي، هذول عقيدتهم منحرفة، أئمتنا قالوا هذا الكلام. هذول بترية، كل واحد يستخدم لغة لينة تهوينية لما ارتكبه أبو بكر وعمر وأمثالهما، ويحاول أن يظهر أن ذلك مجرد اجتهاد ونظر أو أخطأوا في أقصى الحالات يعني. هذا خائن للتشيع واستقل بفرقة منحرفة شذ، انتهى أمره. فما نقدر أنه نقول هذا منا. شلون يصير منا؟ على أي أساس يصير منا؟ إخواني أكو مسألة جدا مهمة احنا ترى غافلين عنها، يعني عموم الشيعة غافلين عنها، أنه لسنا نحن الذين ندخل في التشيع أو نخرج منه، الأئمة الأطهار عليهم السلام، لأنهم هم أئمة التشيع.
إحنا لازم نرجع للقواعد والأصول التي وضعها الأئمة الأطهار. خلاص لازم نرجع إلى مطمر حمران. يا حمران مد المطمرة بينك وبين أصحابك. مطمر خيط البناء، حد فاصل، يعني أكو حد فاصل، هذا مدة. فمن اجتازه فهو زنديق. يقول له حمران بن أعين: وإن كان محمديا وإن كان علويا فاطميا، يجيبه الإمام عليه السلام قائلا: وإن كان محمديا علويا فاطميا. احنا نريد هذا المطمر. هذا شلون نعرفه احنا؟ بالرجوع إلى أقوال أئمتنا عليهم السلام، أحاديثهم، نصوص الكتاب والسنة، بحيث هذه اللي نقدر نعتبرها شنو؟ أساسيات، ضروريات. هذه في التشيع، هذه خلص، هذه ناخذها نخليها هي الحد. نقول أي واحد يجتاز هذا ليس بيننا وبينه علقة، خلص هو شاذ. هذا الآن منو دي يسوي في الأمة؟ يمكن باستثنائنا إحنا، منو دي يسوي هاي العملية، العملية التمييزية هذه؟ منو هاي دي يسوي؟ ماكو، يعني ما بدنا نشوف جهة تذكر يعني جعلت ثقلها في هذا الموضوع. وهذا من تلبيسات الشيطان، أنه يقال: أنتم عليكم أن تحافظوا على وحدة الشيعة ولا تفرقوا بين المراجع، وكلنا يعني كلنا سمن وعسل لازم نصير، وكلنا إخاء ومودة وإلى ما هنالك. ترى هذا الكلام نفس كلام أولئك الذين يقولون: أنتم ليش تفرقون بين الشيعة وبين البكرية السنة على تعبيرهم، وليش إحنا كلنا مسلمين وكلنا واحد؟ هذا أسلوب الشيطان. الشيطان شنو هدفه؟ الشيطان يريد الناس، الأمة تبقى على عماها مثل ما يقولون، فلا تميز بين الحق والباطل، كله يختلط ببعض، كله يختلط. علي في الجنة وأبو بكر في الجنة، عرفت شلون؟ وما ندري، ما ندري منه بالجنة، شو علينا إحنا؟ تلك أمة قد خلت، شلنا علاقة؟ يابا هذا صلاته مقبولة وهذا هم صلاته مقبولة، هذا اللي يصلي هالشكل صلاته مقبولة، واللي يصلي بغير هالشكل هذا هم صلاته مقبولة. كل الطرق تؤدي إلى روما مثل ما يقولون، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق مثل ما يزعمون، عرفت شلون؟ بعض الناس متصورون هذا حديث شريف ترى بالمناسبة. المهم، ومن هذا الكلام الشيطان يريد هاي الأمور تتلخبط، حتى شنو؟ لا ينفرز الحق عن الباطل، الكل يصير حق. أكو مذهب أصلا، مذهب كلامي في وسط المسلمين يسمى مذهب المصوبة، سامعين بي؟ إحنا شنو؟ إحنا مذهبنا شنو؟ مخطئة. إحنا مو مصوبة. نحن لا نقول بالتصويب الذي هو بمعنى تصويب كل مجتهد، نقول كل مجتهد مصيب. المصوبة يقولون كل مجتهد مصيب. نحن لا نقول هكذا، نحن نقول لا، لأن الحق واحد والإصابة الصواب واحد، فواحد مصيب، البقية مخطئون، فنحن نخطئ. الشيطان هو الذي بث هذا المذهب في وسط المسلمين، كل مجتهد مصيب، صوبوا الكل، انتم شو لكم علاقة؟ أتذكر مرة دا أشتري مسواك كذا، إجاني واحد، هو واحد شيعي هم الظاهر يعني عراقي، فأنا دا أشتري غراض ومشغول، وتدري أنا وقتي محدود جدا، وهذا جاي حضرته فاضي يريد يناقشني الآن، جاي يقول لي: شيخنا ليش هالشكل؟ دع الخلق للخالق. زين، شلنا علاقة احنا ما ادري شنو هالامور، تتكلمون على يعني رموز الاخرين ما ادري شنو، دع الخلق للخالق شيخنا. قلت له: هذا شنو؟ هذا هو حديث شريف هذا؟ دع الخلق للخالق؟ لو تسوي مثل واحد من المعممين اللي يقول يجيب له كلام ويقول قال الله تعالى في كتابه الكريم. هذه أتذكر مرتين صارت. مرة هذا واحد من القضاة اللي حاكمه صدام شوية سمين كان، هذا نسيتهم شنو اسمه، المهم جاي يقول بيان، قال: بسم الله الرحمن الرحيم،
وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل صدق الله العظيم. قال هالشكل. هذه آية قرآنية. إيه عفوا لا استغفر الله، قال العدل أساس الملك. إيه العدل أساس الملك، قال بسم الله الرحمن الرحيم العدل أساس الملك صدق الله العظيم. هالشكل يعني العدل أساس الملك مو آية قرآنية. زين هذا هم أكو أشياء رائجة. هذا دع الخلق للخالق. البعض يتصور هذا حديث يعني أو مثلا حكمة من حكم أمير المؤمنين عليه السلام وشيء من هذا القبيل يعني، ويبنون عليها نتائج. يبنون عليها نتائج. فهذا متشلب بدع الخلق للخالق. فشرحت له أنا، وضحت له أنه ترى هذا الكلام باطل، ما يصير. إحنا ندع الخلق للخالق لكن ما ندع تكليفنا نحن. يعني إحنا من تكليفنا أنه لا نتبع الظالمين، لا نتبع المنحرفين، لا نتبع المضلين، لا نتبع من حاد الله ورسوله. لازم إحنا نميزهم هؤلاء حتى وإن كانوا من الغابرين من القدماء، وبعدين نبرأ إلى الله تعالى منهم ومن منهجهم. وإذا وجدنا أحدا واقعا في حبالهم ننصحه ونأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، ونقول له اترك اتباع هؤلاء ترى يأخذونك إلى الضلالة وإلى جهنم. هذا تكليفنا إحنا مسؤولون عن هذا. ما يصير إحنا نترك هذا الشيء، وإلا خلص دع الخلق للخالق. شو عليكم أنتم مثلا بوذا مثلا، خلينا نقول الآن أنت تشوف لك جماعة يعبدون بوذا مثلا، هذول مو كفار؟ سؤال. مو لازم أنت تدعوهم بدعوة الإسلام حتى تستنقذهم من النار؟ أنت عليك هذا. يجي تخيل يجيك البوذي يقول لك دع الخلق للخالق، أنت شو عليك بيه؟ والمشرك اللي يعبد اللات والعزى يحتج على محمد صلى الله عليه وآله وسلم دع الخلق للخالق، أنت شو عليك بينا؟ احنا نعبد اللات والعزى كيفنا. وذاك اللي يروح يتبع مسيلمة الكذاب يقول له هم دع الخلق للخالق. واللي يتبع عائشة في معركة الجمل ينصحهم أمير المؤمنين يقول دع الخلق للخالق. واللي يتبعون معاوية هم دع الخلق للخالق. واللي يتبعون يزيد دع الخلق للخالق. واللي يتبعون ما أدري أبو حنيفة دع الخلق للخالق. وبعدين يعني خلص علينا أن نلغي ونشطب وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي الله في كتابه المجيد يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني هاي السبب أنه أنتم خير الناس، إذا هاي تشطبوها أنتم شر الناس. هذا كلام باطل. فالمهم إحنا علينا إخواني حتى في الجسد الشيعي في الداخل نقوم بعملية الفرز ونقوم بعملية التمحيص والتدقيق، بحيث إذا وجدنا من يدعي المرجعية جاء ببدعة أو انحراف عقدي افترق عن غيره في أصول الدين، نبحث فورا، نبحث. حينئذ إذا وجدناه قد شذ وجاء بما لا يعرف من أصول الأئمة في أصول الأئمة الأطهار عليهم السلام، قلنا إنه قد شذ بفرقة مستقلة لا علاقة لنا به. خلص بعد ما يأتينا واحد ويقول أنه أنتم هكذا تحدثون الفرقة والانقسام فيما بين الشيعة، شو نسوي بعد؟ أما أن نسكت على الباطل والانحراف ما يصير. عندنا الفرقة العرفانية الباطلة، هذا في داخل الفرقة الإمامية، التفتوا. عندنا الفرقة البترية، عندنا الآن فرقة جديدة طالعة الفرقة البالونية، هذه جديدة طالعة. أي أنه تعبد بأي مذهب وكذا وما أدري شنو أي دين وأي فرقة بالونية يعني. هذه هم فرقة جديدة وماشية صاير لها سوق، لأنه الشيطان دائما مع الطرف الآخر. الشيطان مشكلته ويانا إحنا وأمثالنا، يعني عرفتوا شلون؟ يسبب لنا كل شوية يطلع لنا مشكلة، كل شوية يطلع لنا مشكلة يأذينا يعني. أما الآخرين ما عندهم مشاكل، أمورهم مبسوطة ومرتاحين
ومكرشين ومريشين، عرفت شلون؟ وياك عرفت شلون؟ ويدقون بالخمس مثل ما يقولون، ومرتاحين ما عندهم مشاكل. هم يسافرون يروحون يجون يطلعون، ماكو عليهم لا تهديدات أمنية، لا مثلا مشاكل، لا يجون كل شوية يقول أيها الناس أنجدونا تبرعات، ما عندهم الأمور، يعني مرتاحين مأمنين نفسهم أمنيا اجتماعيا سياسيا اقتصاديا حوزويا مثلا، من كل الجهات، إعلاميا مأمنين نفسهم. أما إحنا بالكاد هاي هالشكل، يعني بس نحاول بطريقة أو بأخرى بس نوصل صوتنا، بس إنه الصوت ما ينقطع، 1000 مشكلة ومشكلة تصير، 1000 مشكلة ومشكلة تصير، اللي تمنع أو يحاول الشيطان بها أن يمنع هذا الصوت. ما يتحمل الشيطان، ما قادر يتحمل أنه شنو ذولا دا يسوون، شنو ذولا، يعني أنا جهود 1400 سنة تريدون أنتم كلكم بس جايين الآن تهدموها؟ معقول؟ هذا ينجن الشيطان على هذا الحكي. أنا 1400 سنة أبني عقيدة تقدس وتحترم أبا بكر وعمر، وصلت المسلمين إلى تقديس هذين الاثنين وهما لا قيمة لهما بالأصل كان، بل هما من أعداء رسول الله، من المنافقين صلى الله عليه وآله، من قتلة الزهراء البتول عليه السلام. أنا نجحت وخليت الأمة تقدس هاتين الشخصيتين، وحتى الجماعة اللي ما تقدسهم يعني الشيعة خليتهم ساكتين وضربتهم على حلوقهم وخليتهم يؤصلون إلى فكرة وجوب احترام هذين، يعني مراعاة لمشاعر الآخرين. فقضيت نهائيا على كل صوت معارض لهاتين الشخصيتين. كان قبل بضع سنوات منو كان بالعلن يتكلم كلمة على أبي بكر أو على عمر؟ وين كان هذا؟ أو على عائشة بعد، وين كان؟ أنا نجحت هذا 1400 سنة، رسخت هذا الشيء إلى أن نجحت فيه. طالعين لي أنتم شوية جايين تهدمون هذا كل اللي بنيته، قاعد لكم ركبه ونص. لعنة الله. هذا اللي حاصل. احنا ترى لولا نشوف هذه المشاكل التي يعني نتعرض لها سواء خارجية داخلية، نشك أننا على حق، لأنه من دون مشاكل ما يصير. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. زلزال لازم يصير من حين لآخر. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله يقول شنو تدخلون الجنة ببلاش بالمجان؟ خو ما يصير، لازم يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم كما أصاب الذين قبلنا من الصالحين لا بد أن نصاب به أو شيء منه على أقل تقدير، ونسأل الله اللطف فيه. لا بد، وإلا واحد يرتاب. يعني إذا الأمور كلها ماشية على حسب الأصول أو حسب المراد، راحة في راحة، لا أكو، لازم نراجع أنفسنا ليكون لا سمح الله واقعين في شبهة ونحن لا نعلم، واقعين في شيء اللي ما يرضي الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام. فإذا يا أخانا الكريم، ارجع للأصول وقس عليها، بهذا تعرف الفرقة الناجية إن شاء الله تعالى. ثبتنا الله وإياك.